بعد ما اخيرا بينجحوا بتتحبس نينتا وبتبوسه وهو بيتعصب عليها وبيتخانق معاها علشان عملت كده. بعدها بيدخل عليهم سيونج بيسألها لو هتروح تسكت، فبيسألها ايه اللي بتعمله ده، بتوري له العجينه اللي في ايدها وبتخليه يجربها. بيبقى واقف وهو مش طايق سيونج وغيران، بيقول له انت ايه اللي جابك الوقت ده. بيبتسم سيونج لانه عرف مشاعره، بيقول له انه جه يطمن عليه وهو بيشتغل. في الفندق بنشوف سول وهوانج بيعرض عليها 3 أضعاف راتبها مقابل انها تسيب بونج وتيجي تشتغل معاهم، وسونج بيلاقي بونج نايم في المطعم فبيصعب عليه وبياخده معاه في شقته وبيرفض فبياخده بالعافيه. بيجي تاني بقى وبيكون ده اول يوم في التحدي وسول رايح الشغل وهي بتفكر ومحتاره. بيكون بونج عامل لهم اجتماع وبيفرحهم ان ايده بقت كويسه ومبقاش محتاج الجبس، وبيوزع عليهم الشغل. وبعد ما بيخلصوا بيسالهم لو سول قالت لحد فيهم ان هي هتتاخر. بيرد التلاته اللي تبعها بمبررات، وبيقلق بونج وبيخرج يطمن عليها. بيلاقي وانج واقف وبينادي عليها. تخرج ساي وبيسالها سيونج رايحه فين، تقول لهم عندها مهمة وبتبقى رايحة الفندق علشان تشوف الإقبال عندهم. بتقابل الدكتورة اللي أنقذتها لما كانت متجمدة، فبتفكرها بنفسها وبتفكرها الدكتورة وبتقول لها إن الوصي عليها هو اللي أسعفها بإيده المكسورة. تفتكر هو جنبها وهي تعبانة وبيقول لها إن ده حلم وهي كانت مصدقة. بتكلم الدكتورة إن كل الأكل كان جميل جدا بس غالي شوية. بترشح لها مطعم وبتبقى الدكتورة عارفة إن المطعم أصحابه رجال العصابات. بتعرفها إن الشيف هو نفس الراجل اللي اهتم بيها في المستشفى. تطلع السيدة جين قدام المحل وبتقنع الناس يجربوا مطعمهم، وبشكلها واسلوبها الأنيق بتكسر حاجز الخوف اللي عند الناس من المطعم. وبتدخل سايو معاها عملاء كتير جدا هي كمان، وبيقنع سيونج بونج انه ينسى الانتقام ويعيش حياته. يقول له مستحيل كل اللي بيحصل لانه رمى سكينه على اوضه سونج، ومن هنا بقى لحد ما ينتقم لا هيحب ولا هيرتبط ولا هيتجوز. بيقول له بقى ما تبقاش غبي وعيش حياتك وما تاجلش الحاجات الحلوه علشان ما تضيعش عليك زيي. بياخدوا بقى وبيروحوا الفندق يجيبوا السكينه لانه بيبقى خايف عليه لو بلغه هيتقبض عليه لان عندهم دليل ضده. وبيفتكر بونج بعد ما بيرجع الصبح لما سول كانت رايحه الوانج وبيروح وراها، بتحايل عليها ما تسيبوش، ولما ما بتقتنعش بيشيلها وبيمشي. بيجي تاني يوم وبيبقى المطعم زحمه، بيقدم بونج الطبق الرئيسي بتاعه. بيبقى نجاح ساحق وكل الناس بتطلبه. بتضيع محفظه الست بتاعه اللبان وبتدور عليها وبتلاقيها في ايد سيونج. نعرف ان اسمها كيم سون نيو. بيكلم حد يجيب له معلومات عنها ويعرف له لو جوزها لسه عايش او عندها ابن. في المطعم بقى اخيرا بتيجي الدكتوره وبيشوفها وانج اللي بيكون جاي يتاكد من الاخبار ان مطعم بونج مليان، واللي بتبقى فرحانه جدا بجوده الاكل العاليه واسعاره الرخيصه. تعرفوا انهم بيحجزوا في الفندق كل شهر مقلوبه ل 100 شخص ويتاكد عليه بالليل لو هيحجزوا معاهم. بيبقى التيم كله متجمع مستني اتصالها. في الوقت اللي بيجي لهم التاكيد بيكون سيونج عارف ان كيم سون نيو اللي هي الست بتاعه اللبان تبقى امه، وبينزل يلاقيها بتدور على محفظتها وبيقول لها انها معاه في المكتب. تتوتر لما بتعرف ان هو اللي لقاها، وبتتوتر اكتر لما بينده لها باسمها وبيسالها. الست اللي اتخلت عنه بيعتبها علشان سابته وبيقعدوا يعيطوا. بنرجع بقى لجماعتنا في المطعم وهم فرحانين وبيحضنوا ببعض من الفرحة علشان قدروا ياخدوا 100 عميل من الفندق دفعة واحدة. وبتيجي ساي تحضن جيوك فبيسبقوا الغيور بونج وبيحضنها وبيلاقوا الكل بص عليهم. بيتحرك بونج وبيتوتر وبيحضنهم كلهم وبيشكرهم علشان يداري على تصرفه. بنشوف الفندق هما بيحاولوا بكل الطرق ما يخلوش ال 100 عميل يروحوا لبونج. وبعد ما بيلغوا الحجز بياخد بونج بعضه وبيروح على الفندق، بيقول له انهم يعملوا تحدي هنا والعميلة اللي تختار اللي يعجبها، وبيقبل وانج التحدي. بنشوف سيونج ومينج وهم راكبين العربية وبنعرف انهم جمعوا معلومات عند الفندق منهم عليهم قروض وديون التجديدات وغسيل اموال. وتاني يوم بيبدأ التحدي في الفندق. تبقى ساي قلقانة وبترن على بونج وبيفوز انا وبيرجع وهو كله حماس وبيخاف يروح لساي. بيطلع لسيونج يفرحه بس مش بيلاقيه. بيروح للشباب بيلاقيهم مشغولين. بيرجع للصاي تاني يفرحها. بتشوف يونج وهو بيقول لوانج يكمل المقلوبة زي ما هي وهيكلم مدير المستشفى. وتاني يوم الشباب عاملين اجتماع علشان يعرفهم الأخبار. بيدخل عليهم سيونج وفي ايده كيم سون نيو بيعرفهم انها امه وبتصدمه وبيسيبهم وبيمشي. بالليل بتتصل بورا ببونج وبيروح يقابلها تعتذر منه على خيانتها ليه وبتطلب منه يسامحها. بيتقالوا بقى في العصير وبيبقى بونج عايز يروح السوق علشان يجيب طلبات المقلوبة. بيتصل على سول علشان تاخده. بيرد عليه مينج وبيقول له ان السيده سول بتشرب عصير. بيساله لو حد تاني فاضي، بيقول له ان الكل بيشطب شغله علشان يروح. بيقول له ابعت لي اي حد الا صاي. ومسافه السكه وبتلاقي صاي جنبه بتقول له سمعت انك عاوزني. صاحبنا بقى بيتندح وبيتحايل على بورا ما تمشيش وتسيبه، وده لانه بيبقى بيتهرب من انه يبقى مع صاي لوحده. بتنسى قائمه الطلبات وبيقعدوا يتكلموا وبينسوا السوق كله من اساسا وبيعترف لها بونج بحبه وطبعا ما بتصدق. تاني يوم بنشوف سيونج العسل بيخلي يانج يجهز رواتب التيم في قصره، وهو بيبقى بيبص على الطريق مستني امه تظهر ويقول له بانج انها ما ظهرتش من يومها. بيدخل المطبخ وبنلاقي بونج خاربها على الاخر وبيزعق في حماته المستقبليه. مش بيبقى عاجبه اي حاجه بتعملها. بتعرف بورا انهم هيخلوا مدير المستشفى يلغي الحجز في اخر لحظه مع بونج علشان ينتقموا منه لانه فاز عليهم. بتتصل ببونج وبتعرفه. بتتصل على الدكتوره بيسالها لو هيلغوا الحجز وبتاكد انهم جايين.
ترجع بقى صاي من الغدا وبتدخل المطبخ، وامها وسول وجيوك بيبقوا شاكين في علاقتها ببونج وبيفشوها في المطبخ وبيقرروها. تسألها مامتها لو بونج بيحبها لانه بيبتسم لها على غير العادة، وتفكرها مامتها انه متجوز. تقول لها صاي انه طلق، ويا ريتها ما قالت لان مامتها بترفض انها ترتبط بيه او تعجب بيه حتى. بيجي يوم المأدوبة وزي ما قال بورا فعلا بتلغي المستشفى الحجز في اللحظات الاخيره بعد ما بيكونوا طبخوا وخلصوا. بونج بيدخل ورا سيونج وبيقول له يعبي له الاكل تيك اواي لانه هياخدوا العمال اللي عاملين اضراب في الفندق اللي بيرفضوا يتواصلوا معاه لانه رجل عصابات. بياخدوا لهم سيونج ومينج الاكل علشان يفتحوا بيه الكلام. بنعرف ان يونج ما ادالهمش مستحقاتهم وبيحاولوا يكسبوا ودهم علشان يوافقوا يبيعوا لهم الشيكات اللي على بونج. بعدها بنروح لبونج اللي بيروح لمدير المستشفى بعد ما بيخلص العشاء في الفندق، وبيعرفوا بنفسه ان الشيف اللي كانوا حاجزين معاه بيعزموا على مشروب في مطعمه وبيعجبوا الاكل. بيطلع فلوس يحطها على الترابيزه وبيمشي، وبتيجي وهي معاها عصير علشان تواسيه، وبيقربوا من بعض وبيشوفهم سيونج. بيطلع بيته وهو حزين، وهنا بنعرف قد ايه سيونج سوي نفسيا وحقاني. لما بيفتكر بونج وكان عايز يقول له حاجه بينزل يقعد مع قطتهم بيلاقيها مش بتاكل وعيانه، فبياخدها للعياده البيطريه. وهنا بيقابل البنت الحلوه بتاعه المستشفى، لكنه ما بيفتكرهاش او ما يعرفهاش اساسا لانه في المرتين ما بيبقاش مركز معاها، لكن بقى هي اللي بتبقى مركزه معاه وبتفتكره اول ما بتشوفه. بتبقى القطه ممكن تروح معاها لكن بتبيتها علشان تبقى حجه وتشوفه تاني. بيوصل بونج صايب على ما بيصمم انه يروحها بنفسه، فبتقول له عنوان شقه جوزها. واول ما بيمشي وبتيجي ماشيه بتلاقي جيك في وشها. نعرف قد ايه ضعيف الشخصيه، وباباه ومامته هما اللي ماشيينه. تطلب منه يروح المحكمه علشان يخلصوا اوراق الطلاق، وبتسيبه وبتمشي. بعد كام يوم بنشوف المطعم مليان وفي زباين من المستشفى بعد ما بتنتشر اخبار فيها ان المدير بياكل عندهم. مطعم الجيران بيبقى بينش شويه، وبيجي مدير المستشفى بنفسه وبيطلب الكوكتيل اللي بونج كان عمله له. وبتروح صاي تاخد اذن من بونج وتروح مشوار. بيسالها هتروح فين، بتعرف انها تروح المحكمه مع جوزها تعمل ورق. تكون سور راميه ودنها معاهم وبتجري على السيده جين وبتقول لها تنسى الشغل وبتجري على المحكمة تلحقها. تحايل على جيك التنح ما يطلعش بنتها ويستنى لحد ما باباها يطلع من السجن، لكن بيقول لها ان باباها هيرجعه امريكا تاني، ولان كوريا زي ما قلنا قبل كده اوضه وصاله. وفي الوقت ده بقى سيونج ومينج بيدوروا ورا بونج، وبيشوف الشركه اللي باسمه. طلع لهم الفيديو بتاع اعتقال السيد دان سونج جي ابو صاي، وبيبقى مينج شاكك ان يونج هو اللي ورا القضيه دي، وانه اكيد رشح حد واخد هو القرض ولبسوها للراجل ده. بروح للسيدة جين اللي كالعادة بوظ الشغل. بونج اللي مش ناوي يجيبها لبر منفجر فيها لأن مش عايزة تتعلم طول الوقت وبتكرر نفس الأخطاء. تزعل منه وبتقرر تستقيل. مش بيبقى بونج عايزة تمشي لكنه مش بيقول لها وبيسيبها تمشي. وتاني يوم بيلاقي بونج دعوة الفرح اللي كانت صاي مديها للشباب. بيفتكر لما سمع سول وجيوكو ما بيتكلموا على صاي والسيدة جين، وبيفتكر لما صاي قالت له انها كانت غنية. تاني يوم بيروح العنوان اللي على الكارت، وهنا بتبقى الصدمة لما بيشوفهم كلهم هما طالعين من البيت. بيفتكر كل المواقف اللي كانوا فيها مع بعض. لما كان بيزعل لحد فيهم كان الباقيين بيتخانقوا معاه علشانه. تاني يوم بنشوف صاي وهي بتأنبه علشان اتعصب على السيدة جين وزعلها وخلاها تستقيل، وان البطة العصبية اللي بتحاول لها لما بيدخل المطبخ لانها بتخسره اللي حواليه. بيقول لها انه ما قالش حاجة غلط، تقول له انه مش محتاج يبقى قاسي حتى لو هو اللي صح، وانه ممكن يكلمها بينهم وبين بعض وما يحرجهاش قدامهم. والغيور اللي في عالم موازي بيرد عليها وبيسألها هي في صفي ولا في صف الموظفين، فبتسيبه وبتمشي. بتطلع تشتكي للسونج، فبيسألها لو بتحب بونج، ومن غير اي حاجه بتعترف وبتقول له ولان صاي ما بتكلموش. بيدخل المطبخ وبيجر الشكل الكل. بيلاقي بيتصل على السيده جي لكنها مش بترد. تدخل عليه صاي وبتستأذن تمشي في الوقت اللي هيجي فيه عميله. بيسألها هتروح فين، فبتقول له سر. بيتعصب لانها بتحب الاسرار ولانها مخليه علاقتهم سر. بيتخانقوا لهم شويه وبيجي ماشي وبتسأله رايح فين. بيقول لها انا كمان عندي اسرار، وبيرد عليها. نشوف انه بيقابل السيده جين بعد ما بيفضل يرن عليها لحد ما بترد عليه. بيعتذر لها وبيطلب منها ترجع الشغل. بتقول له يحب الصاي لانهم مش مناسبين لبعض. بيقول لها انه مش بيحبها. بنشوفه بعدها وهو راجع المطعم محبط، وبتبقى بتلاعب القطه. بيقف يبص لها وبتفكره جاي يصالحها. بتقول له انها تسامحه فبيسيبها وبيمشي. بيروح للسيونج اللي بيبقى بيزور السيد دان سونج جي، بيوصيه على عيلته. بيكتشف انهم صاي والباقيين. بعدها بنروح المحكمه وبنشوف صاي وجيك اللي خلاص اتطلقوا وفي البيت، وصاي قاعده مع اهلها. بيرن بونج عليها وبيقول لها انه جاي لها في الطريق وتستنى قدام البيت. بتجري بقى تروح على شقتها القديمه وبيبقى شايفها وبيضحك عليها. بتقول له جاي تصالحني. بيشوفهم جيك وهما ماشيين وبيحكي لها انه قابل السيده جين النهارده وطلب منها ترجع الشغل. تساله ردت بايه. بيقول لها انها قالت هتفكر انه محتاجه ترجع لانه عايز يصالحها لانها كرهاه. بيسالها يتصرف ازاي لانه عايز يحافظ على علاقته مع الموظفين لانهم اهم من العملاء زي ما قالت له. بيتصل مينج على سول يطلب منها يقابلها. بيطلب منها تحبه حتى لو هو ما عندوش بيت ولا عربيه لانه بيحبها. بنشوف سيونج وهو ماسك ورقه، وبنعرف انه اخيرا قدر يشتري حق الاحتجاج في الفندق بدل العمال. بيروح للمطعم، ومينج وسول بيروحوا هناك ياكلوا.
بيجي بونج وصاي وهم كمان علشان ياكلوا. بيستخبى مينج وسول في اوضه التبريد وهم بيعملوا الاكل. بيجي شباب وبيتخضوا وبيستخبوا منهم. تحضنه صاي وبتتصدم سول من اللي هي شايفاه. بيقول لها يونج انهم المفروض يخرجوا. بتقول له انها بتحبه. بيقول لها انه عارف ان هي والسيده جين وسول وجيوك عيله. بيكح مينج وبتكشفوا. بيمشوا الشباب وبيقعدوا هما التلاتة يتكلموا. تعترض سول على ارتباطهم وبتقول لهم ينفصلوا قبل ما مامتها تعرف وانها مش هتقول لحد، وتسيبهم وبتمشي. تقعد ساي تعتذر لبونج على الميك كدبه اللي كدبتهم عليه بسبب السر ده. بيبقى بونج كل اللي بيفكر فيه بيت مين اللي كان بيوصلها ليه، فبتعرفوا ان دي الشقه بتاعت جوزها. بتتاسف له وبتسمح له بميك كدبه يكدبهم هو كمان عليها ويبقوا متعادلين. فبيحضنها وبيقول لها تكذبش عليه تاني. ترجع سول بتبعدهم وبتقول له يشوف موظفين غيرهم وبتاخد ساي. ولما بيروحوا البيت بتلومها سول لانها بتحبه اكتر ما بيحبها ومدلوها عليه، وقالت له انها بتحبه الاول وان البنت لازم تبقى تقيله. تاني يوم بنشوف سيونج وهو مجهز نفسه ولامم الرجاله ورايح الفندق يعمل لهم احلى احتجاج. في الوقت ده بيبقى بونج مطبق قدام بيتهم بينزل يضرب الجرس. بتصدق جيوك لما بتشوفه. كلهم الصراحه اول ما بيدخل عليهم بيقول لمامتها انه مستني طول الليل تحت البيت وبيقول لها صباح الخير يا امي. بنرجع للفندق ويونج اللي بيخاف من اللي سيونج عمله لانه هيخفض سعر مطعمه وبيعرضه للبيع. بيعرف سيونج وبيطلع له فبيطلب منه يبيع له حق الاحتجاج. لا يونج اللي بيبقى عارف ان سيونج لعبها صح لان تصرفه ده هيموت الفندق كله مش المطعم بس. بيعرض عليه سيونج عرض انهم يدخلوا في مسابقه بين الشيفات، ولو فاز شيفك هتنزل لك عن حق الاحتجاج ابو 3 مليون ومش هتحتاج تبيع مطعمك. بيساله طيب لو فاز بونج، بيقول انه هياخد منه المطعم. يقول له يونج لو خسرتوا ما تسلموني حق الاحتجاج تقفلوا هانجري وورك. بتبقى ام ساي مصدومه بتسال سول هو جه هنا ازاي. بتعرفها انه عارف انهم عيله. بتقول لها ان ده مش مبرر علشان يجي بيت من الفجر ويقول لي يا ام. وبتبقى مصدومه. بيخبطها التقيله وبيقول لها ان هو وساي بيحبوا بعض وانه جاي ياخد اذنها علشان يرتبطوا. بتحاول تعترض. بيقطعها وبيقول لها انه مش هيسيب ساي ولا هيبطل يحبها. هو متأخروش على الشغل انتوا الأربعة وإنه هيسبقهم يفتح وبيستأذن وبيمشي. يروحوا المطعم لأن ساي والجماعة مجوش فبيساعدهم سيونج وعلشان القدر بيلعب لعبته. بتدخل الدكتورة البيطرية ومعاها أصحابها وبتتفاجئ لما بتشوفه. بتقول له بيشتغل هنا إيه بقى، فبيقول لها إيه. بتفكره بنفسها وبتقول له إنهم اتقابلوا قبل كده مرتين. يقول لها أنا ما شافهاش قبل كده فبتتصدم. وبتقول له انهم اتقابلوا 3 مرات، الاولى كمرضى والتانية كطبيب بيطري وعميل والتالتة النهارده. تساله وهي متعصبه ازاي مش فاكرها ولا مره فيهم. بيقول لها سيونج بتعصبي عليا ليه، دي اول مره اشوفك فعلا. بيسالها لو لازم يفتكرها يعني. فبتقول له ايوه طبعا لازم تفتكرني وما تنسانيش تاني لاني هفقد اعصابي لو قلت لي انك مش عارفني تاني. تقول له اسمها لي جيونج الطبيبه البيطريه في مستشفى الحيوان الطاير. فكر يرد عليها بايه ويا ريته ما فكر لانه بيقول لها انسه لي جيونج انا عندي شغل وبيمشي. بعدها بيقعد سيونج مع بونج وبيقول له على الرهان اللي دخلوا بالمطعم. بيرفضوا بونج رفض قاطع لانهم لو خسروا يخسروا كل حاجه ويخسروا بعض وعايز يفضلوا اصحاب للابد. وبيقول له ما يخاطرش بكل حاجه عنده علشان اي حاجه تانية. بس بيقنعه لما بيقول له انه عارف انه بيحب ساي. بيقابل سيونج ساي وبيعرفها انه قابل باباه ووصاه عليهم. بيقول لها انه قدر الحمد لله يساعده يخرج لانه لها الشاهد في القضيه ولانه مرتشي اصلا فمحتاجش مجهود واداله فلوس وحل المشكله. بس بيقول لها ما تعرفش قالها لحد ما يتاكدوا. بتروح ساي لبونج وبتساله ازاي قدر يشتغل من غير سول وجيوك. فبيقول لها انه قلل من يوم. بتعرفوا ان مامتها هي اللي هددتهم لو ساعدوك هتطردهم من البيت وتقطع علاقتها بيهم. بيعرفها ان في منافسه جديده هيدخلها مع الفندق وان فعلا هيبقى محتاج سول. وهي سول مش بترد عليه مش بيعرف يعمل ايه. هو بيسال بيدخل عليهم مينج وبيزعق لساي علشان جت من غير ما تجيب سول. بيبصوا لبعض لانهم عرفوا الحل وبيستغلوا مينج وبيخلوه يكلم سول وبيقولوا لها انهم داخلين تحدي مع الفندق ومحتاجين مساعدتها. بيتدربوا على نفس الوصفه اللي هيعملوها. بيعرفوا بقى ان التحدي هيبقى بعد 4 ايام الساعه 11 الصبح في مطبخ الفندق. فبيجي يوم المسابقه والسيده جين بتبقى حبساهم وقاعده تراقبهم. يبدا التحدي وبيسال وانج على باقي التيم بتاع بونج فبيقول له انهم في الطريق. بيروح مينج للبنات بيجيبهم وبيقعد يضرب الكلاكس بجنون لحد ما بيعملوها حجه انه يطلعوا يشوفوا مين عامل ازعاج. بتقول سول انها تقوم تهاجم. ساي بتقول لها انها تروح السوبر ماركت ولو شاكه فيها تعالي معايا. كالعاده بيتعامل يونج بنداله وبيبعت لهم بلطجيه يعطلوهم علشان ما يلحقوش المنافسه. وبيمضي سيونج ويونج العقد بتاع التفاهم. التحدي بيبقى لل100 شخص بتوع المستشفى اللي كان عليهم المنافسه قبل كده. بنشوف وانج هو بيشتغل معاه وتيمه كامل وبونج بيشتغل لوحده. بيضطر بونج يقطع لان سول بتتاخر وبيمشي على الخطوات اللي قالتها له. وفي الوقت ده بيوصل جوك وبيساعد مينج. بتتصل ساي على الشرطه وهم طالعين. بيقدروا يطلعوا بس للاسف بيخسر بونج الجوله الاولى 25-27. بيرجعوا بقى للمطبخ وساي بيقول لبونج انهم محتاجين 76 معلقه الجوله دي علشان ينتقلوا للجوله اللي بعدها. بيسرق وانج فكره بونج اللي بدا علشان الخلاف من البدايه لما بونج عمل استعراض بالكحول علشان يقلل ملوحه الاكل. في الوقت ده بتوصل الشرطه وبتقبض على العصابه. وبيروح لترابيزه مدير المستشفى والدكتوره اللي بنحس انهم عاملين شيفت كارير وبيشتغلوا ذواقه من التحليل والوصف الدقيق للنكهات. بيسال مدير بونج عن السبب اللي جاب فكره انه يعمل اللحمه على شكل هرم. بيتم الشرح ولا أجدع شيف. بيدوق طبق وانج. بيقولوا له ان العرض حلو لكن الاكل ليه ريحه
طعم سيئين، وبيجي لحظة تعدي المعالق وبونج بيبقى خايف وبيبص لسيونج. يفتكر أول لما راح ياخد القرض منه، ولما وعده إنه هيجيب كل عملاء الفندق ليه، ولما قال له على الرهان. في الجولة التانية بتبقى النتيجة 90 معلقة لبونج و10 معالق لوانج، وبيعلنوا فوز فريق وانج مقابل 115 ل 85. بيفرحوا بيحضنوا بعض هما التلاتة. بيجيب بونج هدية لصاي وبتلاقيها سلسلة وبتفرح بيها وبتلبسها. بتقول له يعني انت كده تقدمت لي. بروح مع بونج وهو في الفندق، تدخل عليه مامة صاي وبتقول له انها راحت له المطعم وعرفت اللي حصل وبتبارك له. تطلب منه تاني يبعد عن بنتها لان الحب لوحده مش كفايه، وانها عايزه لبنتها حياه مريحه. يحاول يقنعها تديله فرصه تعرفه، لكنها بتصر على رأيها. بيخرج السيد دان سيونج جي السجن، واخيرا الكل بيعترف وبيفرح ببراءته الا الغلاوي يونج. بيسلم وانج بدلته وقطه. بيدخل سام سيون بقى وبيقدم استقالته، وبيقول له يخليه لان كل المطاعم عرفت انه سرق دفتر وصفاته ومحدش هيشغله فيه، يخليه شغال معاهم وخلاص. بيتجمع بونج وصاي قدام المطعم في مكانهم وبيعرف، وبتحكي له انه باباه خرج والحجز اللي على ممتلكاتهم اتشال. تعرف من انهم هيقفلوا المطعم، وسيونج عرض المبنى كله للبيع. تقول له هتاخد الشباب؟ فبيقول لها طبعا. وسولو جوك فبيقول لها طبعا. وقطتهم سوم فبيقول لها اكيد طبعا. بتقول له وانا؟ فبيسكت ومش بيرد. بتقول له انها تبدا شغل معاهم من بكره، وتعرفوا انها بتتكلم جد. وبيقول لها انه خايف عليها لان المطعم الصيني صعب مش زي المطاعم الصغيره، محدش هيعلمها ومش هيكون جنبها وناس تانية هي اللي هتبقى معاهم. بيجي اول يوم شغل والكل بيبقى فرحان باللبس الجديد. بيستلم سام سيون صاي، بتطلع عقده عليها كلها وبينتقدها ومش بيعلمها اي حاجه وبيتخانق معاها. طبعا واد بيغلي بس مش بيقدر يتدخل، ومينج بيقول له يشيل عينه من عليها علشان هيلاحظوا. بيزقها ومش بيقدر يمسك نفسه. بيدخل يقول لها تعمل ايه، بس هو بيزعق، اللي هو ازعق انا بس غيري لا. مش بيبطل سام سيون نت طول ما هو شغال. تظبط الاطباق فبيحط الاكل من على النار على ايدها، بتدمع من الالم والمعامله. وبيفضل يبص له وهو هيموت ويدربه. بيروح يقدم الطبق لبونج علشان ياخد التمام عليه، ويبص له بونج بصه الندم لانه رجعه. بيدخل يجيب لها دهان الحروق، بيتصل باباها عليه وبيقول له يخلي بنته تسيب الشغل ويجي قبله بكره. بيدهن لها ايدها ويديها مرهم تدهن منه تحافظ على نفسها وتاخد بالها، وبيعتذر لانها اتصابت. وبيلف يقول لكل التيم الكلام ده. بالليل بنشوف صاي وهي مراهقه مش قادره تتحرك من التعب، وبيقول لها بونج تركب على ظهره علشان يروحها. بترضى صاي وبتخاف حد يشوفهم. بتقول انها مراهقه مش قادره تروح وترجع تاني بكره وبيتها بعيد، فبيقول لها تبات هنا وتساله لو في اوض للموظفين. وبيشيلها وبتنام قبل ما بتنزل. بيحطها بيطلع وبيرجع تاني وبيغسل لها اسنانها وبتشكره وبتنام. بينزل بيلاقي عربيه وقفت قدامه، وبينزل منها باباها وبيسلم عليه بونج، وبيعرفه بنفسه. فبيساله على بنته، بيقول له انها نايمه في اوضه الموظفين. بيطلع معاه مع انه سايبها نايمه عادي. بيتوتر وبيفضل يرن عليها، لكن بتبقى عامله تليفونها صامت. وبيفتح الباب وبتصدمه، تكون رجلها مكشوفه، تدي حق انها مش لابسه. وبيروح بونج يشد الغطا عليها وبيزعله باباها وبيقول له يشيل ايده من على بنته. يغطيها هو وبيمسك بونج من قفاه، وهنا بونج بيحلف له انه ما لمسهاش. بيطلعوا بره وبيعرف انهم بيحبوا بعض، وانه كمان رافض انها تشتغل معاه وخايف عليها لانها اختارت اصعب قسم حتى على الرجاله، لكن لانها حباه مش هيقدر يمنعها. بيقنع باباها يسيبها فتره تجرب. بيروح لسونج اللي بيعرف مكان مامته وانها محجوزه في المستشفى لان عندها سرطان. بيروح لها وبتقول له يمشي ومش بيرضى. فبتعرفوا انها خبت عليه لانها لما لقيته ما كانش ينفع تعلقه بيها وهي هتموت، واكتفت بوجودها جنبه. تقول له لما نتولد من جديد من حقك تسيبني زي ما سبتك. وبيلف وشه وبيعيط. الصبح بقى مامتها بتسال عليها باباها، بيقول لها انها طلعت بدري. بنعرف انه سمح لها تجرب الشغل اللي حباه. بيروح بقى اللي بتبقى مبهدله لهم المطبخ، وبيتصل بونج على سام سيون وبيقول له يبعت له صاي على مطعم هانجري وورك علشان يدربها ومستنيها بقى. بيجي له واحد وابنهم مبسوطين وسمعوا ان المطعم ده مكرونته حلوه، ويدخل يطبخ لهم. تظهر لي جيونج وهي في السوبر ماركت ومش محتاجه كلام. بيظهر سونج في نفس ذات السوبر ماركت، وفيزتها بتبقى فيها عطل، وبيطلب سجاير وبيدفع لها معاه. وتساله لو يعرفها، بيقول لها انت اللي زعقتي لي. فبتقول له ان القطط مش بتحب المدخنين. فبقول لها ما تكدبيش، سوم بتحبني حتى وانا بدخن. سأله عينه ورمه من ايه، فبكل لطافه بيقول لها مالكيش دعوه. بتطلع وراه وبتقول له انهم اكيد اتقابلوا 4 مرات صدفه، ولو اتقابلنا مره كمان هعتبرك نصيبي. بيقول لها مين اللي قال كده؟ بتقول له انا، انها معجبه بيه حتى لو هو مش معجب بيها. وبتدي له قهوه وبتمشي. وبيرجع للمطعم وبونج بيقدم لهم المكرونه، وبيقول له انهم نقلوا في الفندق، ولما يبقى عايز المكرونه تاني يجي لهم هناك. وبيقول له الراجل ان اسعار الفندق عاليه، وبيبعت سيونج يانج علشان يقدم على مناصب بيع الفندق. بيعرف انهم تالت اعلى عرض سعر. بيعرض المبنى بتاعه علشان يقدر يزود السيوله اللي معاه ويرفع السعر. بيقرر بونج وصاي يتحدوا اداره الفندق ويعملوا طبقين مكرونه شعبيه وهيبيعوها بنفس سعر الشارع. بيعترض المعترض على كل حاجه يانج هو وكام واحد معاه. بيقف بونج لوحده في المطبخ وبتشوفه صاي وبترن عليه تساله اذا كان كويس. فبيقول لها انه كان عارف ان مش الكل هيأيد فكرته وانه هيحاول تاني بكره. تعتذر له لان ما عندهاش اي سلطه تساعده بيها، وبيقول لها وجودها جنبه اكبر مساعده. بيقول لها تروح بدري لانها ما روحتش امبارح.
فبتقول له ان باباها نايم دلوقتي لانه بينام بدري، فبيقول لها بينام بدري علشان جه امبارح في نص الليل. بيقول انه حزين وخايف وقلقان، حزين لان اهلك كارهني وده بيخليني افكر اذا كنت كويس كفايه ليكي، وانه مش متاكد هتفضل تحبه لحد امتى. بتاكد له انها مش هتبطل تحبه وانها بتثق فيه. تاني يوم بتنزل صاي تتسحب علشان مامتها ما تشوفهاش، وبتقفشها وبتقول لها تروح موعد اعمى. بتقول لها موعد اعمى مين اللي عايز يتعرف عليا؟ بتقول لها كتير. بتقول لها تسيبها من الطبخ وترجع تلعب شيش، تروح 10 مواعيد، ولو لسه بتحب بونج ساعتها يتكلموا. ترفض صاي وبتروح شغلها. بنلاقي الشيفات في الفندق عاملين اضراب لانهم معترضين على الاكل الشعبي وتقليل الاسعار، فده بيحطهم تحت ضغط شغل. وعلشان تكمل بتيجي السيده جين ام صاي تطلب تقابل الشيف، بتعرفها ان عندهم ضغط شغل. تصر، فبتدخل تقول له انه في عميل عايزه. بتوتر بونج اول ما بيشوفها وبيظبط هدومه. تقول انها جايه علشان تاخد صاي لانها مش عايزه بنتها تشتغل ويبهدلها معاه، ولو ما مشيهاش من نفسه هتدخل تاخدها. بيدخل ومنفعل وبيقول له صاي محتاج يتكلم معاها، ولما بتروح له بيقول لها تروح مامتها بره وتروح معاها. بتقول له ازاي يعني محدش هنا من التيم مسؤول عن النار غيرها؟ بيقول لها انه مش محتاجه وتروح مع مامتها. بيبقى مينج بيتغدى مع سول وجيوك وبيحكي لهم على الفوضى والبهدله اللي بونج فيها، وبيحاول باقصى جهده ينجح المطعم. بيسالوا هيبدا شغل معاهم من امتى؟ بيقولوا سول انهم مش هيقدروا يسيبوا الشغل الا لما يسمح لهم السيد دان. بيبقى صعبان عليهم بونج لانهم عارفين قد ايه الشغل صعب. بيسألها جيوك لو يسيبوا البيت وخلاص علشان خاطر بونج. بتروح صاي لحصانها تفضفض معاه وبيرن عليها بونج ومش بترد. بيقلق عليها وبيرن على سول وبتقول له انها لسه ما رجعتش. بيروح هانجري وورك يدور عليها مش بيلاقيها. تتصل عليه وبتقول له يقابلها في موقف الاتوبيس. تقول له انت هتنفصل عني لو امي فضلت رافضه ارتباطنا. بيسالها بقى كانت فين، وبتقول له انها ترجع شغلها في الفندق بكره. مش بيرد عليها، فبتقول له طيب بعد بكره. ولما برضه بيسكت بيقول لها ينفصلوا. بتقول له انها مش هتقدر ترتبط بحد ما بيقدرش حتى يدافع عنها، وبتسيبه وبتمشي. تتصل بورا عليه وبتقول له ان سام سيون بياخد حاجته. وبيروح بونج بيلاقي سام سيون ويانج ماسكين في بعض، لان يانج بيقول ان سام كان بيتحرش بمراته، والاتنين ضربوا بعض بالغلط، وبونج الغلبان هو اللي بيحوشهم. وبتتخانق صاي مع مامتها لانها جت علشان تخلي بونج يطردها. المطعم ناقص عمال وانتي منع سول وجيوك يروحوا يساعدوا بونج، ومع اني مش شاطره كفايه لانك بتمنعيني انا كمان. وان بونج مشاها لكنها تروح تاني بكره، وبعده حتى لو بونج مشاها لانها عايزه تتعلم، وبتعرفها انها بتحب بونج، وحتى لو سابها هي مش هتسيبه، هتفضل تروح الشغل. لو هي جت الشغل تاني هتسيب البيت. ويشرب بونج عصير مع سام سيون وبيرن على صاي، تبقى بتاخد شاور مش بترد. بياخد بعضه بيروح لبيتها وبيسلم عليها وبيعيط لأم صاي لأن صاي انفصلت عنه. بتحاول صاي تمشيه لكنه مش بيرضى يمشي الا لما يتكلم. ولما بيعك شويه في الكلام بيقول لامها انها هي اللي غلطانه لان بنتها جميله وطباعها جميله. وبيقع في مكانه نايم، وبيقول للسيد داني انهم يسيبوه نايم هنا والصبح نتكلم. وبينيموا سول مع صاي وبونج مع جيوك للحراسه. وبتتسحب صاي بتروح تحط له مرهم على الكدمه اللي في وشه. شوفها جيوك وبيقول لها تطلع بره، فبتقول له يطلع هو. بيقول لها تطلع، فبتقول له خلاص هنام معاكم. فبيقول لها تطلع بره. بتقول له طيب غمض عينيك علشان اطلع بره. بيقول لها تطلع علشان يعرف يغمض عينيه وينام. بتقول له خلاص ما تقفلهاش، وبيبوس بونج من خدوده. بيصحى بونج بالليل وبيشرب وبيفتكر اللي هو فيه، فبيطلع يجري. وتاني يوم بنشوف سيون جوه بيتأنق ورايح منصة الفندق. مش بيكون معاهم المبلغ المطلوب. بيجي لهم ابو صاي من السما وبيديهم ورقه وبيقول لهم ان ده دين بنته. لما بيبص فيها بيقول له ان صاي ما اخدتش منه المبلغ ده كله. بيقول له بس انت اديتها وهي ما كانش معاها ترده، وانه يعتبر انه بيستثمر معاه. بيكسب سيونج منصة الفندق. بيروح ياكلوا عند بونج وبيعرفوه انهم بقوا اصحاب الفندق. وبابا صاي بيكلمها بيعرفها انه استثمر في شركة القروض الخفية والظل. فبتقول له ان سيونج شخص يثق فيه. بتقول له طالما انت بتستثمر في بونج، فبيقفل في وشها. بيروح بنجي معاه البيت وبيعتذر لمامتها وبيطلب منها تشغله عندهم الشيب بتاعهم لمدة شهر وتردوا له كل اللي كان بيعمله فيها. وبعد الحاح بيتوافق بعد ما بيقول لها انه مش هيطلع اوضة صاي خالص. وبعدها بنشوف صاي وهي نازلة بتتسحب. تدخل عندهم الأوضة وبيصحى مرة واحدة جيوك وبيخضهم. تدخل عليهم سيول وبتتخض بونج وبيفكرها السيدة جين. تقول له صاي ان مامتها قالت لها تروح تنام معاها. لما راحت الأوضة ما لقيتهاش وعرفت انها اكيد هنا. وتقول لها بصوت عالي تعمل اللي هي عايزاه. بيجري بونج يقفل بقها علشان ما تفضحهمش اول يوم ويطرد. بتقول لهم سول خلاص هننام هنا كلنا. تقول له صاي انها مش موافقه على تصرفه ده وان مامتها هتعذبه. وبنشوف التلزيق والهبل مع سول وجيوك. وتاني يوم بقى كلهم بيساعدوه في المطبخ، وبتيجي ام صاي وبتلعب دور مرات الاب عليه. بعدين بيتعامل حلو، وبعد ما بيتم تعذيبه شويه بتقعد تاكل اخيرا. بيجيبها الاكل وبيقوموا علشان يروحوا الشغل. تقول له الاطباق مين هيغسلها؟ فسول وجيوك بيقولوا لها ما عندهم شغل هنعملهم احنا. فبتقول له هتخليني اغسلهم هنا كمان. بيقول له صاي تسبق هي. بيروح سيونج يزور مامته في المستشفى، بتقول له انها عايزه تفرح بيه قبل ما تموت وتشوفه متجوز. بيتكلم بابا صاي مع مامتها وبتسيبهم يشتغلوا اللي هم حابينه. وبيروح لمينج وهو واخد سول للمطعم وبيقول لها ان رئيسه اداله كل الفلوس اللي كانت على الحيطان علشان يشتري البيت. اتجوز. بيطبد على يونج الجرائم العنف والابتزاز وغسيل الاموال. وبيجي يوم الافتتاح الجديد للفندق بيعملوا له ممر ترحيبي،
وبنشوف بونج وهو مستني صاي في الجراج علشان يروحوا سوا، وبيبقى محضر لها كوكيز حظ، وبتتصل عليه وبتقول له يسبق هو لانه مديرها طلب منها شغل اضافي. بينزل زمايله وبيشاوروا له، وبيستغرب سام سيونج من بونج لانه لسه ممشيش، وبيسالوا فيه ايه، بيشاوروا له يمشي وهو مش طايقه. بياخد سيونج مامته بتصوره زي الصوره بتاعتها هي وباباه، وبعد كام يوم بيدي بونج لصاي الكوكيز مكتوب فيها نفس الجمله اللي طلعت له، ان اللي قدامك دلوقتي هو حبك الحقيقي. وكده يخلص الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل جديد بنعمله.